ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبه نستعين. انا جايه النهارده اوريكم مشتريات الخياميه اللي انا جبتها معاكم. اول حاجه كده يا بنات، بصوا تمارا عامله لي ايه في الحاجه. اول حاجه كده يا فنزاتي يا حبايب قلبي، انا جبت الفانوس دوت. الفانوس ده كان سعره 100 جنيه زي ما انتم شايفينه، هو مش كبير ولا صغير، وعليه بوجي وعليه رمضان كريم وعليه بكار. انا جبت له فرع نور للتزيين. تعالى شوف اختك يا انس. وهو بصراحه كان فيه فرع نور كده من جوه صغنن خالص، بس وقع مني في الشارع. بس هو زي نظام تركيب كده الفانوس ده، بس هو حلو وعجبني بصراحه. فانا جبته، هو ينفع يتحط على سفره، ينفع يتحط على ترابيزه، ايا كان مكانه عندكم. ده كده الفانوس زي ما انتم شايفينه. طيب جبتي ايه تاني يا ام انس؟ جبت كمان علبة المناديل دي. العلبة دي كان سعرها 25 جنيه، هي مطعمة بالنحاس زي ما انتم شايفين، ومكتوب عليها رمضان كريم بالعربي ورمضان كريم، لا دي التانية اللي مكتوب عليها رمضان كريم بالانجليزي اهو. تمام كده. وكمان فيها الباب دوت بنفتحه عشان نحط فيه المناديل. كان سعر الواحدة ب25 جنيه، جبت 2. جبت ايه تاني يا ام انس؟ جبت كمان العليقة دي يا بنات اهو، جبت 2 عشان انا عندي مكانين متوازيين. هي اتفكت، هي بتتركب على فكرة، هي زي نظام سلسلة كده وبتدخلي فيها زي الميدالية. بصوا انا هبقى اركب دي، انا هوريكم ديت اهيت. في جميع الاشكال منها، في مصحف وفي كعبة وفي مقاسات، في صغير ب15 وفي ب25، وديت كانت الحجم الاكبر ب35. انا جبت منها 2. هي خشب ومطعم برضو كده، بس ده تقريبا مش مطعم بالنحاس، لا ده تقريبا زي ستيكر كده لونه نحاسي. انا عجبتني دي، جبت 2 عشان عندي مكان متوازيين مع بعض. في كمان المخدة ديت كتان، دي فاضية، مخدة فاضية بسوستة، هوريها لكم. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. شايفين ده كيس مخدة، ايا كان بقى عندك مخدة هتمليها براحتك. ده كتان اهو، انا جبت 3 وكان سعر الواحدة 15 جنيه. تمام كده، ندخلها تاني في الكيس. على فكرة انا اتأخرت عليكم معلش في الفيديو دوت، بس انا ما كنت مشغولة شوية، فان شاء الله هحاول انزل معاكم المكان ده تاني، وهحاول اعمل لكم فيديو تاني واماكن تانية كتير ان شاء الله. بس ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناه وتشيروا لي الفيديوهات بتاعتي، واهم حاجه اللايك عشان الفيديوهات بتاعتي توصل لكل الناس. دي كانت المخده التانية. هم مقربين في الوان كتير وفي اشكال كتير وفي كل حاجه، انا جبتهم مقربين لنفس اللون عشان هيتحطوا في مكان واحد. ودي المخده التالتة. جبت كمان ايه؟ جبت كمان المفرش دوت مقارب لنفس اللون. عايزه اقول لكم المفرش ده بقى حكايه 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 اهوت. ده مفرش كبير 1.5 متر. انا عايزه اقرب عليكم كده واوريكم الخامه بتاعته. هو لمعه الستان، انا مش عارفه هو خامته ايه بصراحه، هو بيقول لي قطيفه. لمعه الستان وفراغات الكتان ولمسه القطيفه، فانا مش عارفه بالظبط، بس عايزه اقول لكم ان هو خامته حلوه قوي وكبير قوي. ده 1.5 متر في 1.5 متر، ده اللي كان ماسكه صالح في الفيديو.
مقارب برضو للمخدات عشان هيتحطوا في مكان واحد. وده كان سعر المفرش 90 جنيه. تمام كده. جبت كمان ايه يا ام انا؟ جبت كمان حاجات التلاجة ديت، دي حاجات مرمطسية. جبت 2 اهم، وكان سعر الواحدة 5 جنيه. عايزة اقول لكم انا لسه شايفاها على الجروب الواحدة ب15 جنيه. عايزة اقول لكم المكان ده اسعاره حلوة قوي، وبصراحة مش هتندموا لما تروحوا. واللي يروح المكان يعمل لي لايك يعرفني ان هو راحه. تمام. تمام كده. جبت 2 وكان سعر الاتنين 10 جنيه. جبت ايه تاني يا ام انس؟ جبت كمان، عايزه اقول لكم تماره اللي شندلت لي الحاجات دي، هي كلتهم بسنانها ديت. ده بكار زي ما انتم شايفينه اهوت، ورشيده، والمدفع. دي حاجه دبل فيس زي ما انتم شايفين اهو. انا مش عارفه اوضحها لكم بالظبط. دي حاجه دبل فيس بتتلزق في اي مكان انتوا عايزينه. انا جبت الكبيره وجبت الصغير بتاعه عشان هلزق الكبيره على باب التلاجة والصغيره على باب الفريزر. ودي كانت سعرها تقريبا الكبيره 35 والصغيره كان سعرها 15 جنيه تقريبا. انا جبت الاتنين دول. وكده خلاص خلصنا المشتريات بتاعتكم بتاعت الخياميه. ما تنسوش بقى زي ما قلت لكم تعملوا لي اللايك والاشتراك في القناه وتشيروا لي الفيديوهات بتاعتي وصلوا على النبي. ولا حول ولا قوه الا بالله عليه العظيم. واستنوني في فيديو جديد ومكان جديد.